11:00 صباحاً. عندما انطلقنا من أربيل كانت درجة الحرارة 36 درجة مئوية والوقت قريب الظهر. نحن الآن منتصف حزيران 2023، ناحية ديانا التابعة لقضاء سوران. أجواؤها أكثر برودة من مركز أربيل. تزودنا بالمؤن اللازمة الكافية ليومين. سنذهب إلى مكان لا توجد فيه شبكة اتصال أو أي مصادر للطعام. نقترب شيئا فشيئا من قضاء تشومان، حيث الأجواء أكثر برودة وأصبحت الجبال أكثر وعورة. توقفنا للتحضيرات. ارتداء الملابس والأحذية الخاصة، وضع واقي الشمس بكميات كبيرة خوفا من الحروق الشمسية والثلجية. سنبدأ بتسلق لواحد من أعلى القمم في العراق وإقليم كردستان، ومن أشدها خطورة ووعورة. حيث توقفت سيارتنا في منطقة بالكايتي، سنذهب إلى أعالي جبل سكران برفقة فريق من متسلقي الجبال لنشهد بحيرة أو بركة بكوديان. لنذهب. أول عقبة وتعد أبسطها عبور النهر للاستعداد لتسلق الجبل. من هنا شرعت المرحلة الأولى بملابس شبه صيفية. بدأنا الطريق بالفعل. مشكلة وحيدة هنا أنني لم أتسلق أي جبل مطلقا، ولا أعرف من تقنيات التسلق سوى من حمل ولبس بعض الأدوات، لكنني كنت أتسلح بعزيمة وإصرار قويين. كوني صحفي من البصرة اعتدت على عيش السهول. أمامنا 14 كيلومترا للصعود إلى القمة، ويعدها المتسلقون المحترفون بمسافة 10 أضعاف إذا ما كانت على الأرض المنبسطة. نظرا للجهد والتركيز المبذولين، بمعنى أننا سنبذل جهدا فكريا وعضليا وكأننا مشينا 140 كيلومترا. توجيهات من رئيس فريق المتسلقين كانت أبرزها
الحفاظ على السلامة أولاً وأخيراً مهما كان الهدف. شجيرات شوكية تعيق الطريق كانت تصيبنا بوخز مؤلم يصيب الأطراف بالخدر بعدها، لا نستطيع الابتعاد عنها كون الطريق يتسع لشخص واحد. جهد كبير ومضن، استراحات على فترات قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق، لا تتناسب مع ما نفقده من طاقة. مهمة فريق التصوير كانت هي الأصعب، فرغم حقائب التجهيزات يحملون معدات التصوير الثقيلة والمرهقة. هذه البيئة مناسبة لسكانها فقط، رعاة الأغنام والمواشي. حطتنا الرحال عند انتهاء المرحلة الأولى على ارتفاع قرابة 2000 متر. هنا كانت محطة الاستراحة التي قضينا فيها نصف ساعة. نحن الآن على ارتفاع أكثر من 2000 متر من مستوى سطح البحر على تلة الشبكة. سميت بالشبكة كونها المكان الوحيد الذي يحصل فيه التلفون على شبكته. على يميني سلسلة جبال حصاروست التي على قمة فيها قمة هيلكورد ب3607 أمتار. قطعنا المرحلة الأولى من صعود جبل سكران، حصار سكران. المرحلة الثانية بدأت للوصول إلى بحيرة بيكوديان. بدأنا التسلق في تمام 4 عصراً، ووصلنا إلى هذا المكان بعد أكثر من ساعتين. غادرناه في 7 مساءً على أمل أن نخيم بالقرب من شلال كانيراش في 8 مساءً. ارتديت نصف ملابس الشتوية كون الجو بارد والهواء عالي. ابتدأنا من هنا المرحلة الثانية في اتجاه شلال كانيراش. ابقوا معنا. ابتدأت المرحلة الثانية وهي أكثر خطورة من السابقة. طرق مائلة على سفح الجبل تنحدر صعودا ونزولا. على عادة المتسلقين بدأنا بالتعداد الرسمي. نحن فريق الصحافة 4 أشخاص، وفريق المتسلقين 5. أجمل ما في الأمر أن التزود بالمياه يكون من مصادرها النقية، مياه الشلالات والعيون. بدأت الشمس بالمغيب، أدركنا الوقت ونحن على مشارف شلال كانيراش، والوقت يشير إلى 8 مساءً. الساعة 8 مساء، وبعد قطع أكثر من 4 كيلومترات تسلقا في جبال حصار سكران وصلنا إلى شلالات كانيراش، أطول شلال في العراق وإقليم كردستان، لنخيم قرب هذا الشلال بعد انتهاء المرحلة الثانية. لم نستطع التخييم بالقرب من الشلال كون بعض المتسلقين من فرق أخرى قد تواجدوا في المكان. هنا كان ينبغي علينا
السير ليلا والبحث عن مكان مناسب آخر للتخييم. الظلام حالك وأصوات المياه تملأ الآفاق. نمشي بحذر على الثلوج التي تغطي المكان. كانت مرحلة صعبة جدا. لا نرى سوى أمام أقدامنا التي تنيرها الأضواء المثبتة على الرؤوس. أصبت بشد وتشنج عضلي شديد نظرا للمسافة التي صعدناها والتي تراوحت 7 كيلومترات تقريبا، أي نصف المسافة إلى البركة. لحسن الحظ كان برفقتنا دكتور مختص بالصيدلة، أجرى لي بعض العلاج وتناولت بعض المهدئات. ما يمدنا بالطاقة تناول الحلويات وشرب المياه الغازية المحلاة. لأول مرة كانت الفائدة كبيرة لهذه المشروبات. أخيراً خيمنا في تمام الساعة 9:50. نصبنا خيامنا. نزعنا معداتنا استعداداً للراحة التي نصبو إليها. بدأ الفريق بطهي الطعام وتحضيره. أكلنا بعضاً منه استعداداً للخلود إلى النوم. أخبارك؟ نزل بيت سامان عازر كيف كوا سننام الآن ونغط في نوم عميق بعد مسير قارب 7 كيلومترات على جبل حصار سكران. نحن الآن على ارتفاع 2800 متر فوق مستوى سطح البحر. تخيلوا على أصوات الشلالات. نغط في نوم عميق لنستيقظ في الصباح الباكر ونكمل طريقنا إلى بركة بيكوديان. تصبحون على خير. لم نستطع النوم مطلقا، كون أصوات شلالات المياه عالية والهواء بارد ما دون الصفر المئوي. منذ لحظات الصباح الأولى هممنا بالرحيل لاستثمار الوقت. ضربت خيوط الشمس الأولى على محيانا. تركنا جزءا من مستلزماتنا التي لا نحتاج إليها قرب مكان التخييم للتخفيف عن كاهلنا. بدأنا المرحلة الثالثة من تسلق جبل بيكوديان، وهي المرحلة الأخيرة. تابعوا معي. بدأنا المرحلة الثالثة بالفعل من الليل بعد أن اجتزنا شلال كانيراش في طريقنا إلى واحدة من قمم جبل سكران 13 حيث قمة بيكوديان.
الوعورة والصعوبة هنا. 7 كيلومترات سنقطع أغلبها مشيا على الثلوج السهلة والصعبة جدا. للهروب من الصقيع المنزلق نقطع أحيانا بعض الصخور الصلدة والصعبة هربا من المخاطر والانحدارات الشديدة. نحن على ارتفاع قرابة 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. لكم أن تتخيلوا جمال الطبيعة، الجبال، الثلوج، ونحن في فصل الصيف. مناظر الثلوج وهي تذوب مشكلة لوحة فريدة ونادرة تلامس الروح، وقد تصل بعشاق الطبيعة إلى مرحلة الهيام. بعض الثلوج التي نمشي فوقها خطيرة للغاية، كون الماء ينساب من أسفلها. تارة ننزع كنزاتنا وتارة نلبسها نظرا للرياح والتعرض للضوء والتعب. قطعنا إحدى أصعب الانحدارات على جبل حصاري سكران بزاوية 70 درجة. نكمل الطريق، ما تبقى إلا القليل. تابعوا معنا. كانت زاوية خطرة أقل من 70 درجة، مخيفة بالفعل. القلوب بلغت الحناجر. كون أفلامي باللغة العربية الفصيحة أطلق علي بعض أعضاء الفريق سنعود بعد قليل. فكانت أشبه بتحية بيننا. في استراحتنا الأخيرة ما قبل بحيرة بيكوديان نجلس قليلا. كما تشاهدون المناظر التي خلفي هي مشارف البحيرة أو البركة لأنها أصغر من بحيرة. تابعوا للآخر. بدأت أصعب مراحل الصعود على الإطلاق، لكنها لم تتضح جليا في التصوير. الخطوات حذرة والأنفاس متقطعة، وفجأة انزلقت قرابة 10 أمتار. ولولا لطف الله والمتسلق المحترف جايلان لكنت قد ارتطمت بالصخور، أو لربما تدحرجت أسفل الوادي من فوقها. الأرض طينية زلقة، ومرة زلقة بسبب الثلوج الملساء. لم أستطع قطع المسافة. ما اضطر الفريق إلى ربط الحبل على وجه المنحدر شديد الخطورة حتى نكمل الطريق بأمان أكبر.
بالفعل كانت أخطر 15 دقيقة مرت في حياتي، وكأنها ساعات، بل أخطر رحلة ومغامرة. يكسر المتسلقون الطريق أمامنا على قدر أقدامنا حتى نجد موطئا. وصلنا إلى نهاية التل. وصلنا إلى بركة بيكوديان. نحن الآن على ارتفاع 3150 مترا. الأجواء جميلة وساحرة، تستحق الجهد والتعب والمشقة والمخاطرة. شاهدوا بأعينكم. كانت البحيرة قد بسطت ذراعيها لاحتضاننا عند مشارفها. بعد عناء طويل ومسير لأكثر من 6 ساعات من مكان تخييمنا، بيكوديان بثغرها الباسم رغم مياهها المتجمدة نصعت أسنانها بياضا وهي تبتسم على ارتفاع 3150 مترا. خيمنا بالقرب من البركة وأنا مسحور تماما بجمالها. ما أزال عني التعب كالذي يلاقي حبيبه بعد معاناة وسفر طويلين. البركة على عمق 25 مترا وفقا للمتسلقين، بيضاوية الشكل تقريبا، بطول قطر بيضاوي يصل إلى 150 مترا تقريبا. تستقر البركة في فوهة أعلى جبل سكران، تشبه إلى حد ما فوهة بركان قديم، كأنها انتصرت بثلوجها على لغة النار والهشيم. بعدما استمتعنا بجمال بركة بيكوديان وواجهنا المخاطر في تسلق حصار سكران، وصلنا إلى الختام. أوجه نصيحة لكل المغامرين الذين لا يعملون على عمل تسلق الجبال: لن يأتوا إلى هذا المكان دون علم وفهم، لأن المكان خطر للغاية وممكن أن يتعرضوا لمخاطر قد تودي بحياتهم. على أمل أن نلقاكم بوثائقية أخرى. في الأمان. لم نستطع عند المجيء أن نوثق شلال كانيراش، لكننا في طريق العودة الذي تزامن مع ساعات النهار وثقنا بعض لحظات المصاعب والمرح والمناظر الخلابة. ونحن ننزلق من أعلى الجبل من حيث جئنا اختصارا للوقت. وداعا بيكوديان، يا واحة من الجنان.